يشكر اي واحد بيعمل حاجه لوجه الله الله. يشكر يا عم اي حد بتعمل حاجه في البلد. دي حاجه كويسه جدا لانها تتاخد على بعضها. خليك يا حاج، عينيا. خليكوا كلكم. ربنا يبارك في حضرتك. صور يا محمد يا حبيبي. حاضر يا ريس. صور. السلام عليكم. ده مشروع لتغطية مسقى خاصة في ميت غراب السنبلاوين. طبعا احنا مش عارفين، مش قادرين نهرب من السنبلاوين وحبايبنا اللي هنا. ده مشروع خدمي لمسقى خاصة املاك اهالي، عشان نعمل طريق جديد ومحور جديد للبلد يترصف عليه ويبقى طريق معتمد تقدروا تعملوا خدمات في الارض الجديده ومشاريع. لان اهم حاجه اللي تقف عندها الطريق الاسفلت. انتوا ممكن عندكم ارض هنا كتير بس مش قادرين نوصل لها، فلازم تبقى التغطيه. انا واخده بالي انا انتوا هتاخدوا يا عم حاجه والسنبلاوين كلها كويس ان المصرف فاصل بيننا وبينكم. الله يصلح حالكم، الله يوفقكم. واهم حاجه ان هي ما بتعوقش الري، مواسير باقطار مناسبه. يعني دي اهم حاجه لان ده مشروع العمر بقى. يعني ما نجيش بعد شويه نقول ان في مشكله، ان في حاجه مسدوده، ان في حاجه عامله مشكله. مواسير باقطار كويسه وكل الوصلات الميه والصرف تعملوا لها ترتيبات علشان بعد كده ما نرجعش حد يقول في اي وقت مشروع ممتاز. يا ريت كل البلاد والقرى تشتغل زي الشغل. ربنا يوفقكم. طبعا المسقى دي واخده من ترعه الرمان الوصيه. بعد تقطين الرمان كلها طبعا ما عادش عندكم حاجه بقى، خلاص انتوا خدتوا كل حاجه. ربنا يوفقكم ويعمل لكم خير يا حبايبي. واي مشاكل فنيه احنا معانا لغايه مصرف شفاف. ما تعدوش ناحيه اجل يعني فاجد. ربنا يوفقكم. انت عايز تكمل عندنا ولا ايه؟ هتعدوا المصرف عندنا؟ يعني ايه هتعدوا المصرف بتاعنا ولا ايه؟ لا خلاص المصرف راس. لا كفايه كده. الجمعيات الزراعيه مالهاش دعوه بالمقاوليات، مالهاش دعوه بالزمام ولا الترع ليها علاقه بالزمام الاداري. انت ما الرمان ما هي بادئه من طنبور والبويه جايبه من 100 غمر. الميه مالهاش دعوه بالتقسيم الاداري. هيبقى غالي عندك، يبقى عندك لغايه حدود المصرف. بس بعد كده دي المواصلات بقى الطياره لو واطيه ربنا يوفقك. دي بقى خلاص انت هتبقى عندك خلاص بقى عندك الدنيا تنسيق بتعمل طريق جديد. الاراضي اللي تعملها دول كلها خلاص ما تقدرش ترتبها وتقدر تبني عليها عشان عندك طريق. الله كده. انا مش عارف الناس ديت كده ليه؟ ليه؟ ده ميه يعني ليه مش ملوثه؟ ترعه الأورمان زي الفل. دي طبعا من المساكن. طبعا كان كل واحد بيستغرب انه يرمي كيس الزباله. دلوقتي بقى يبداوا حياه جديده. والمفروض مقفول او مفتوح. كل عيل وعيله من الصغيرين دول يتعاملوا. انا ما احكمش عليه غير مشاكل صغيره. افرض لو جبنا خلاص الموضوع خلص، هنعمل ايه؟ ما جابنيش. طب ما جابكش ايه؟ بقى انتوا شوفوا لها حل. ده استنى يا وليد، استنى اسال يا رئيسه. دلوقتي انا فهمت الموضوع ده بتاع دلوقتي لو تسيب هنا خدمني اقدر اعدي ان شاء الله يخدمك. لو ما خدمنيش لا هو يخدمك. ما اقدرش احكم على البر. احنا في نهايه الخط ده بنبقى عادي. طب ما نكشف. ايوه اكشف البيار عشان العمر بتاعي لو جيت ميكس هقوم جاي مفتوح ونازل من تحتها شكرا. طب ما نكشف نتكلم ليه قبل معاك ربنا ويطمن ملائكه. معانا ربنا. ما تكشف يا حبيبي، ما تكشف ونشوف. فطرنا واتغدينا وتعشينا والحمد لله. اهلك يا عم معلش. هو البركه الله يوفقهم وربنا يوفقكم في المشروع تخلصوه.
خير وان شاء الله ما تخلصوا احنا معاكم بقى طبعا اول باول ان شاء الله. ان شاء الله. الله يوفقكم وربنا معاكم وربنا يصلح الحال دايما يوفقكم الخير. البلد كويسه وكلها خدمات. باشمهندس محمد الكهرباء دي حاجه اهليه صراحه. والباشمهندس اظن ان هو متكفل غيره دور احنا كلنا متطوعين يا محمد. يا محمد انت من شباب مهندسين العماره اللي طبعا بنفخر بيهم في نقابه المهندسين الاهليه، وهيديني صوته هو والبلد كلها. الله يوفقكم ويوفقكم الحال. بنتصل بكل حاجه كده تحصل الله يوفقكم. اشوفكم على خير.